لو عندك فرخه لا تسلقيها ولا تحمريها في الفرن وحطيها، تطلع معاكي احلى فرخه مشويه بتتبيله رهيبه، لونها جميل، مستويه زي الزبده، والطعم حكايه، تشرفك في العزومات وعلى سفره رمضان. اعملي جنبها مكرونات، محاشي، رز اصفر، رز معمر، او صينيه بطاطس، وبالف هنا وشفا. يلا نسمي الله ونبدا وصفتنا. عندي فرخه بيضه وزنها كيلو 800، ولو اكتر من كده مفيش مشكله، هتكون دايبه وحلوه جدا. فتحتها من الظهر على شكل فراشه وغسلتها كويس جدا. هبتدي اخبط عليها بمدق او ايد هون علشان افتت لحم الصدر علشان يستوي معايا كويس قوي. وكمان هعمل فتحات في اللحم من بره، وكمان هرفع الجلد وهعمل فتحات في اللحم من جوه علشان تتشرب وتطعم بالتتبيله كويس جدا. هنقعها في محلول ملحي عبارة عن لتر من المية، عليه معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الملح، و5 معالق من الخل، وعصير ليمونة، وده علشان يشيل الزفارة وأي دم في الفرخة، وكمان يفتت لي أنسجة الفرخة. نزلت بيها في المحلول بالشكل دوت، هغطيها وهسيبها لمدة ساعة. ودي الفرخة بعد ما نقعتها في المحلول ما بقاش فيها أي دم ولا زفارة، واللحم بقى أبيض وجميل. تعالوا بقى نعمل التتبيلة اللي هتخلي الفرخة طعمها رهيب. في بولة هحط علبة زبادي، حوالي معلقتين كبار من الطماطم المبشورة، شلت القشرة منها، عصير بصلايه كبيره، بشرت البصلايه وحطيت عليها معلقه ملح صغيره وسبتها 5 دقايق، وبعد كده صفيتها وخدت العصير. فصين من الثوم المفرومين، 3 معالق كبار من الخل، معلقه كبيره من صوص الباربيكيو، 5 معالق من الزيت كبار، ومعلقه كاتشب كبيره. وعندي التوابل عبارة عن ربع معلقة صغيرة من ورق اللورة والحبهان المطحون، ربع معلقة صغيرة من القرفة والزعتر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، معلقة كبيرة بهارات الشوي، لو مش موجودة يبقى 7 بهارات، معلقة كبيرة مليانة من الملح. وهقلب التتبيلة دي كلها مع بعضها كده وشمي أحلى ريحة بجد خطيرة. هضيف كمان معلقة صغيرة من السكر، وهنزل بقى بالفرخة وهدعكها بالتتبيلة من جوه ومن بره، وفي الفتحات اللي احنا عملناها وتحت الجلد علشان تتشرب من التتبيلة كويس جدا. هسيبها في البولة بالشكل ده والتتبيلة فوق منها، هسيبها لمدة 6 ساعات، ولو سبتيها اكتر من كده هتكون احلى واحلى. وادي الفرخة بعد ما اتشربت من التتبيلة. وعندي هنا الشبكة اللي بتتقفل علشان نحط فيها الفرخة وتديني شكل الفراخ المشوية الحلو. لو مفيش حطيها على شبكة الفرن. هحط تحت الشبكة صينية ما بستعملهاش، لو مفيش ممكن تحطي صينية الفرن وتغلفيها بالفويل علشان ما تغلفكيش في التنظيف. هحط فيها كوبايتين من المية السخنة. هحط الفرخة على الشبكة وهقفلها بالقفل بتاعها بالشكل ده، وهنزل بباقي التتبيلة في الصينية. طبعا التتبيلة اللي كانت فيها الفرخة هنزل بيها في الصينية اللي تحت الفرخة، وهسيب قد بس معلقتين علشان ادهن بيهم وش الفرخة كل ما اجي افتح عليها الفرن. هدخلها فرن سابق التسخين على اعلى درجة على تاني رف من تحت، وتحت منها صينية المية لمدة نص ساعة، وبعد كده اهدي النار ل200 واسيبها لما تستوي. وبعد ساعة وربع افتح عليها الشواية تاخد اللون الشوي الجميل من فوق من الوش، ونقلبها علشان تاخد اللون الجميل من الجهة التانية. وادي الفرخة بتاعتنا بعد ما اتشوت، شكلها روعة تفتح النفس. التتبيلة مخلية طعمها رهيب، كلمة رهيب شوية عليها، حاجة كده تشرفك في العزومات. شوفي التسوية، الصدر مستوي كهرمان، والورك مش متحمل عمال بيتهري مني بجد والله، طعمها خيال، حاجة كده يعني خطيرة خطيرة جدا. جربيها وقولي رأيك ايه، وحطي لايك وشيري الفيديو علشان الكل يستفاد.